وبالتالي قضية الصحراء هنا بالنسبة للإدارة الأمريكية أن هذه الخصومة من بين نظامين هما في خدمتها، النظام الجزائري والنظام المغربي، يجب أن تتوقف، ويجب النظامين يطبعوا علاقاتهم مع بعضهم البعض. أن الضغوطات ستزيد عليه، الابتزاز سيزيد عليه، أمريكا راح تبتز ابتزاز رهيب. أصلا من اللي جاء ترامب اللي تطلبها أمريكا يوافقوا عليها، درك يولوا يوافقوا قبل ما يطلب ترامب. الرعب راه ماسكهم، ماهمش خايفين أنهم يتنحاو. الغرب لا يريد إسقاط النظام الجزائري وإنما خايفين من أن ترامب يطلب منهم أشياء لا يتحملونها، يطلب منهم حل فتح الحدود بين الجزائر والمغرب اللي بقاله، وإلا راح يتعاملوا معاهم. شفتوا هذوك العبيد اللي كانوا عند الامريكان كيفاش في بعض الافلام كيفاش يصوروهم، راح يتعاملوا معاهم بهذيك الطريقه. وإحنا شفنا ترامب رؤساء اوروبيين واستهزأ بهم، فما بالك العصابه اللي عندنا. في الحلقات الأخيرة قلت أن ملف الصحراء سيحل قريبا، لا أظن ذلك، لأن القوى الكبرى لا تريد حل المشاكل بين الدول خاصة العربية. لا، الولايات المتحدة راهي تريد حل هذا المشكل، ما هيش لمصلحة المغرب والجزائر، ما هيش باش ما تكونش هناك مشاكل بين المغرب والجزائر، لأنها تحتاج إفريقيا الشمالية في حالة استقرار وتعاون بين الأنظمة، لأن الخطة الأمريكية أنها ستستعمل أمريكا الشمالية في حصار الصين في عدة أماكن خاصة داخل إفريقيا، وفي الضغط على أوروبا. وهم لا يخفوا هذا، تقريبا قالوه بشكل غير مباشر في الخطة الاستراتيجية الأمنية الأمريكية، لأنهم قال لك لازم نعاونوا أوروبا باش تتحرر من الهجرة ومن المسلمين اللي فيها إلى آخره. وراه المكان اللي يحتاجوا شمال إفريقيا، لأن ما زالت أغلبية الحكومات الأوروبية ضد ترامب. شفنا الإسباني كيفاش رد عليه، الفرنساوي منين داك يتخاصم معاه، البريطاني، يعني فقط حاكمة إيطاليا اللي راهي قريبة من ترامب. ماذا يريد ترامب من أوروبا؟ يريد أن يحكمها اليمين المتطرف اللي هو كما هو يشبهه. وين راه منين تجي الضغوط لازم يكون قريب من أوروبا. أهم مكان قريب من أوروبا هو شمال إفريقيا، وبلد مثل الجزائر ببترولها وغازها، وبلد مثل ليبيا ببترولها، وإمكانيات المغرب خاصة قربه الشديد من أوروبا، ومصر وأكثر من 100 مليون ساكن، ومواقع استراتيجية وممرات. شمال إفريقيا هو عنده يتحكم في ممرين رئيسيين في العالم، شريان العالمي. من جهة مصر يتحكمون في البحر المتوسط في لقائه مع البحر الأحمر، ومن جهة المغرب في معبر جبل طارق. لو كان يكون كاين نظام في المغرب قوي ولأسباب معينة يختلف مثلا مع أوروبا، يغلق المضيق، تحبس التجارة من البحر المتوسط، مثل ما راه صاير في هرمز. لكن البحر المتوسط أهم من هرمز مضيق، البحر المتوسط أهم، لأن كل تقريبا أهم السلع تمر عبر البحر المتوسط باش تروح إلى أوروبا، وتروح إلى شمال إفريقيا، وأحيانا باش تروح إلى الأمريكيتين. وبالتالي قضية الصحراء هنا بالنسبة للإدارة الأمريكية أن هذه الخصومة من بين نظامين هما في خدمتها، النظام الجزائري والنظام المغربي، يجب أن تتوقف،
ويجب النظامين يطبعوا علاقاتهم مع بعضهم البعض ويتعاونوا مع بعضهم البعض، أحيانا لمحاربة الإرهاب كما يسمونه، والحقيقة هي للضغط على أوروبا من جهة إذا أرادت الإدارة الأمريكية، أو خاصة للضغط على الصين خاصة في إفريقيا. ثم أن الجزائر والمغرب وليبيا هذه الدول عندها نفوذ لمنطقة الساحل. الجزائر، المغرب عبر موريتانيا، الجزائر عبر حدودها المباشرة، وليبيا عبر حدودها المباشرة. ومنطقة الساحل فيها ثروات هائلة وعليها صراع عالمي، فيه الصين وروسيا والأوروبيين وأمريكا وتركيا وإسرائيل وإيران والسعودية والإمارات. ضرب كبير في منطقة الساحل من السودان إلى موريتانيا. يعني إذا وسعنا التعريف نتاع هذه يعني شبه هذا المنطق شبه البنانة، شبه الموزة، حبة البنان. فيها ثروات ضخمة للغاية، خاصة اليورانيوم والذهب والمعادن النادرة، وأيضا البترول والغاز إلى آخره. اليوم سربت ملفات إبستين بأن ترامب اعتدى على فتاة عمرها 13 سنة في الثمانينات. أهي قرصة أذن؟ ترامب متورط، لا شك أن ترامب متورط في مواضيع إبستين، لكن أنا صراحة لم أرى هذا، ولكن لا أستبعد أن هذا الخبر يكون صحيح. يعني كيف يرى نظام الجزائر الأمور في ظل الحرب الحادثة بين طهران وإسرائيل؟ يراها أن الضغوطات ستزيد عليه، الابتزاز سيزيد عليه، أمريكا راح تبتز ابتزاز رهيب. أصلا من اللي جاء ترامب اللي تطلبها أمريكا يوافقوا عليها، درك يولوا يوافقوا قبل ما يطلب ترامب. نتنياهو قال لي الكونغرسمان هذا اللي يسموه لينزي جراهام، قالوا الإمارات ما نطلب من الإمارات يأتينا أكثر مما نطلب. هذا بالضبط ماذا سيحدث للنظام شنقريحة بعد نهاية هذه الحرب، أن يولي يقدم لأمريكا ما تطلب وما لا تطلب، فقط يعتقد أن هذا في مصلحتها. الرعب راه ماسكهم، ما همش خايفين أنهم يتنحاوا. الغرب لا يريد إسقاط النظام الجزائري وإنما خايفين من أن ترامب يطلب منهم أشياء لا يتحملونها، مثل قواعد عسكرية في تمراست وفي وهران أو في مدن أخرى. يطلب منهم حل فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، إعادة العلاقات الدبلوماسية، فتح الأجواء والتجارة وكل شيء. وهذا بالنسبة لشنقريحة معناها ورقة أساسية لتخويف الشعب من المغرب ومن المخزن تكون سقطت. يطلب منهم أن يوقفوا تجارتهم أساسا مع الروس ومع الصين، الروس في السلاح والصين في أشياء أخرى، ويعطوها لشركات أمريكية أو دول صديقة لأمريكا. هذا مزعج لأنهم حابين يحافظوا شوية على علاقاتهم مع الصين والروس وأشياء أخرى. كاش نهار إن شاء الله نفصلها بالتفصيل. وهذا هو النظام لما يكون نظام ضعيف، لما يكون نظام ما عندوش شرعية. القوى الأخرى تبتزوا، يقولوا له شوف انت راك عارف احنا عارفين كيفاش ينظر لك الشعب، إما لا رانا احنا اللي نحموك. فاللي نقولوها لك ما ترددش. ونقول لكم حاجة، في الحقيقة حتى قبل هذه الحرب طلبوا منهم بعض الأشياء، للأسف مش حنقدر نذكرها لأنني مؤتمن عليها من طرف بعض إخواننا، فباش ما نعطيش إشارات للعصابة اللي تسمع اللايفات نتاعي، ولكن طلبوا منهم بعض الأشياء في أماكن
وخضعت العصابة، والله خضعت بدون نقاش، مع أن القضايا هذه هي قضايا تاع وطن، يعني تاع كرامة وطنية يعني. واللي راه جاي أكثر يقولوا لهم شوفوا، بشار كانت هناك جماعات مسلحة أطاحت به، مادورو ما احتاجناش حتى الجماعات المسلحة، أو ما كان له حتى الجماعات المسلحة، أرسلنا له 50 جندي من القوات الخاصة جابوه من غرفة نومه. علي خامنئي في الدقيقة الأولى للحرب نسفوه هو و40 من كبار المسؤولين. أي أنتم واش كيفاه راح يصرى لهم واش صرا القذافي بعد سقوط صدام حسين. القذافي قبل سقوط صدام حسين كان يظل يدير خطابات ويسب في أمريكا وبريطانيا ويسب في أوروبا ويسب في إسرائيل، ويتحدث أنه هو ملك الملوك وملك ملوك إفريقيا ومانيش عارف. لكن بعد ما شاف صدام حسين سقط، وبعدين بعد أشهر قالوا أنهم خرجوه من حفرة تحت الأرض. بالمناسبة هذيك فيها مبالغة يعني مش صحيحة، لكن الأمريكان داروا فيلم اللي خرجوه من حفرة تحت الأرض. قالوا باللي قذافي تعليقات يعني اللي كانت تستهزئ به أنه سكاكين المطبخ وسلمها لبريطانيا وأمريكا. سكاكين المطبخ سلم، مش كان عنده سلاح بيولوجي، سلاح جرثومي، كان باش يبدا سلاح نووي يوقفه. هي بدايات فقط مش حاجة يعني. قدم لهم تعويضات عدة مليارات من الدولارات على الطائرتين، طائرة ليتشيا وطائرة لوكربي، اللي هو متسبب، هو اللي أطاح بهم يعني، عملاءه هم اللي أسقطوهم، داروا لهم قنابل يعني. وكل ما طلبته إدارة بوش وإدارة توني بلير والفرنسيين قدموا لهم، لأن قالوا له نديروا كما صدام. طبعا جيش صدام مقارنة مع جيش القذافي أفضل بكثير. النظام الجزائري لو كان ينهار النظام الإيراني ويسقط، فأنا لا أستبعد أنهم هم اللي يطلبون من أمريكا، يقول لهم رانا وجدنا لكم المرسى الكبير روحوا ديروا فيه قاعدة عسكرية، وفي تمراست رانا مخلينا لكم مكان ضخم باش ديروا فيه قواعد عسكرية، ما عندناش مشكل، لأن لا شرعية لهم، الشعب يكرههم. هذه الدول ظنوا بلي سفاراتها وقنصلياتها راهي ثم تخدم عمل دبلوماسي فقط. جزء رئيسي من سفارات وقنصليات الدول الكبرى هو عمل تجسسي، هو عمل بروفايلينج، يعملوا بروفيل كل واحد، كل شخص، كل مسؤول. شفتوا السفيرة الأمريكية السفيرة الأمريكية اللي راهي كملت قبل شهرين كانت تحاول تتجول في الولايات حسب رغبتها، هي وين تحب تروح. والجزائر في الحقيقة في قانون أنه أي سفير يريد أن يخرج من الجزائر العاصمة لازم يطلب الإذن، وراه رايح وعلاه راه رايح، يمر عبر وزارة الخارجية، وزارة الخارجية تخبر وزارة الداخلية وتخبر الرئاسة. سفيرة أمريكا والو، ما تطلب ولا شيء. كي تنفع لها تشد السيارة وطراسات الباتنة، البيض، العنابة، البشار، الوهران، كاش يهضر معاها. هذا قبل خطف مادورو وقبل الحرب على إيران. وعلاه أنا نذكر إيران ومادورو، هذو كانوا أصدقاء النظام. ما هو الحل؟ لأن احنا هذا لا نريده. الحل أن تكون عندهم الشجاعة
عند شنقريحة ومن معاه اللي راهم يقولوا له واش يدير واش ما يديرش، المستشارين تاعو من كبار الجنرالات وغيرهم، أنه يرجع الحق للشعب الجزائري. هذا الشعب حر وسيظل حر. أنه يقول باللي إحنا الطريق هذا اللي مشينا خاطئ، والحل أن يكون هناك حكومة مدنية من رحم الشعب، والجيش يدافع على الدولة، يدافع على الوطن، يدافع على الحدود، ما يتدخل لا في السياسة لا في التجارة لا في الاقتصاد. هذا هو الحل الوحيد اللي بقاله، وإلا راح يتعاملوا معاهم. شفتوا هذوك العبيد اللي كانوا عند الامريكان كيفاش في بعض الافلام كيفاش يصوروهم، راح يتعاملوا معاهم بهذيك الطريقه. وإحنا شفنا ترامب رؤساء اوروبيين واستهزأ بهم، فما بالك العصابه اللي عندنا. الحل الوحيد لهم ان يلتجئوا للشعب الجزائري ويخفوا عليه البراجات، رفع الاسعار، الحقره، الغرامات، الدروغ، البوليسيه والجدارميه الحقاره. اذا ما داروش هذا الشيء الشعب ما يعنيهمش، الشعب يقول لهم بينكم وبينهم.